اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم يا أهل يا طيبين؟ إن شاء الله كلكم بخير وبأفضل حال. واليوم اجيتكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. طبعا فيديو اليوم آخر شي قبل ما أجي لأهلي نظفت البيت وعطرت البيت وبخرت البيت، ودائما قبل لا أجي لأهلي أنظف البيت كله وما أخلي نهائيا بنات شي بي. لأن مرة حطلع من البيت زوجي راح يبقى بالشغل بس بالليل يجي ينام، لذلك دائما أنظف البيت قبل ما أجي لأهلي. نظفت كل شي وبخرت، وهسه راح أروح أجهز الجنطة مالتي. بالنسبة للبنات اللي قالوا وش عجب صار لك 8 أشهر ما جاية لأهلك، أول شي هذا السؤال طبعا هواي ينسأل. والسؤال الثاني ليش وين أهلك وش عجب كل هاي المدة أنتي ما جاية. طبعا هنا أبدي أجهز الجنطة وأخذ الأشياء اللي أحتاجهم وياي وحسولف وياكم. ليش صار لي 8 أشهر ما جاية؟ أول شي زوجي سوى عملية لعيونه، بعد التهيت وياه تقريبا مدة 3 شهور ما قدرت أجي. بعد ما زوجي سوى عملية نوب أنا سويت عملية قيصرية. بعدها اجت المدارس. من اجت المدارس أنا بعد ما قدرت أجي لأهلي بحكم إنه ابني يدرس. هذا السبب إنه أنا منقطع عنهم، بس الحمد لله والشكر هم كانوا يجوني. من زوجي سوى عملية اجوني، ومن أنا سويت عملية، وقبل فترة همين براس السنة هم اجوني. ربي يحفظهم إن شاء الله ولا يحرمني منهم بحق محمد وآل محمد. هذا السبب اللي صار لي هاي الفترة كلها ما رايحة. وين أهلك بيا محافظة وأنت قد المسافة عنهم؟ طبعا أهلي بمحافظة واسط بقضاء العزيزية، وأنا بمحافظة واسط بقضاء بدرة. بالنسبة للبنات اللي يقولون ما نتحمل وما نقدر هالقد نبقى يلا نجي لهن، بنات كل من وظروفه. وقلت لكم بعد للظروف أسباب، يعني الطلعة هم تكلف، يعني كل ما تطلعين إذا تردين تجين أطفال وهاي، فالطلعة همين مكلفة. لذلك أني مو دائما أروح. أن كنت قبل لا يصير عندي طفلة صغيرة كنت كل 3 شهور أجي، بس هسه بحكم المدارس وبحكم عندي طفلة صغيرة ما أقدر دائما أجي، بس بالعطل أو المناسبات. المهم عليكم بإيدي هنا جهزت ملابسي وجهزت، بديت هنا أجهز الأشياءات مال زينب. هذا حليبها طبي جاي تاخذ منه نوفيلاك AR، وهاي ملابسها والجواريب، وجاي أجهز بالأشياء مالتها. والحفاضات اللي أستخدم منها حفاضات تيمو، والبرنس مالتها والحظينة، وهاي الأشياء اللي ضروريات راح أخذهن وياي. وأكيد ما ننسى الأدوية، تعرفون بعد شتاء وهي تاخذ فيتامينات، هاي العلاجات إلها والأطفال الكبار. تاخذ قطرة مع غازات، وتاخذ حديد، وتاخذ همين فيتامين الإثري، وهاي القطرة مال الخشم، وهاي الشرابات همين للأطفال الكبار. فكلهم جمعتهم سلة وآخذهم. ولا تعرفون الجو بارد والأطفال بسرعة يتحسسون من كل شيء، لذلك دائما لازم هاي وين ما أروح الأدوية وياي. المهم هسه أكمل الجنطة مال زوبة أو زينب، بعدها أرجع لكم. بعد ما جهزت جنطة زينب هنا رجعت جهزت الجنطة مالتي وخليت الملابس مال أطفالي. طبعا شوية هالمرة راحتنا طويلة، احتمال تخلص العطلة يلا نرجع، لذلك شوية كثرت ملابس. هسه أكمل تجهيزاتنا وبعدها أرجع لكم وأراويكم شنو نسوي حبيباتي. إذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي، أنا قناة أختكم وصديقتكم أم مهدي للطبخ والترتيب. أتمنى تخلونا لايك للفيديو وتخلونا اشتراك للقناة وتشاركونا الفيديو بين أهلكم وأحبابكم، أكون جدا ممنونة لكم. طبعا هاي الملابس مال الطلعة هنا راح أجهزهن. جهزت كل شي تقريبا. هاي بالليل جهزت الملابس وجهزت الجنط مالتنا، وما خليت شي البيت هم نظفته بالليل والعصر بخرت. فهنا أنا ما بقى عندي أي شي. جهزت الملابس تقريبا هنا صارت الساعة 1 بالليل أو 2 بالليل. فهسه راح أجهز الأشياءات اللي أستخدمهن وآخذهن وياي. سبلاش للجسم والشعر اللي هو أبد ما أستغني عنه. بنات هاي السبلاشات كلش حلوة. وأخذت مسك التوت همين كلش أحبه، وأخذت واقي الشمس، وأخذت هذا الكريم الليلي، وأخذت غسول، يعني مو مكياج، الشغلات الضرورية أو الاستخدام اليومي. وأخذت هذا السيروم هم أستخدمه. وأخذت طبعا المخمريات اللي ما أستغني عنهم نهائيا، عشق المخمريات. وبنات ما عليكم بصوتي، صوتي تعبان، رحت لزيارة ورجعت فتعبان. المهم فهسه نجهز هاي الأشياء وبعدها نشوف شنو نسوي حبيباتي. بعد ما جهزت الأغراض هسه حجهز ملابسي ونجهز الأطفال ونروح، وبعدين أراويكم شنو نسوي.
طبعا هنا أنا بعد ما جهزت ملابسي راح نجهز ملابس زوزة الحلوة. اشترينا فستان الزوزة الحلوة، جهزنا زوزة، وهسه راح نروح وأراويكم شنو نسوي حبيباتي. شوفوا لي زوزة الحلوة الجميلة مالتي. بالنسبة للبنات اللي يسألوني ليش ما تطلعين زوزة، زوزة أبوها ما يقبل أطلعها، لذلك أني ما أطلعها بالتصوير. شوفوا لي جمال البدلة مالتها، وشوفوا لي الكياتة. هسه راح ننطلق، وإن شاء الله أرجع لكم بأقرب وقت، وأرجع لكم فيديوهات حلوة حبيباتي. هسه راح نروح للسيارة ونتوجه، وإن شاء الله أشوف أهلي بعد كل هاي الغيبة الطويلة حبيباتي. طبعا بيوم اللي طلعنا تقريبا هنا الساعة 9 الصبح، بس كان الجو كلش ضباب. قلت لكم طلعنا ب9 الصبح ما شاء الله، على أساس احنا نطلع منه الصبح. فمن طلعنا هنا قافلة، شوفوا بنات الأجواء ما شاء الله ضباب، قافلة كلش. شوية شوية هنا تقريبا صار ساعة هنا بال10، شوية شوية بدأ الجو يفتح. فهنا صورت لكم هيجي مقتطفات من الطريق، مقتطفات من الأجواء. هالمرة أنا ما أجيت بسيارتنا، لذلك تشوفون التصوير يعني من الخلف ومن الأمام. المهم حبيت أصور لكم جزء من الأجواء وجزء من الطريق، وإن شاء الله يا ربي كل وحدة ما شايفة أهلها، وكل وحدة محرومة من أهلها، ربي يلم لكم بأقرب وقت بحق محمد وآل محمد. وأتمنى لكم يا رب صحة وعافية، وعطلة سعيدة للجميع بحق محمد وآل محمد. وإن شاء الله يا رب لا يضيع تعبنا ولا يضيع تعبكم، وإن شاء الله تفرحون بنجاح أطفالكم. بالنسبة للبنات يسألوني ابنك نجح وبعده، ابني لحد الآن ما مستلم النتيجة. بداية الدوام يستلمون النتيجة. بالنسبة للبنات اللي يسألوني زوجك شنو يدرس، زوجك كبير ليش هسه جاي يدرس؟ بنات زوجي جاي يمتحن الثالث متوسط، جاي يمتحن امتحان خارجي، فيريد ياخذ شهادة الثالث، وإن شاء الله بعدين يقدم على السادس. وما عليكم بصوت الأطفال اللي موجود يمي. المهم هنا وصلنا العزيزية. هلا بريحة هلي، يعني من صدق نفسيتي ارتاحت بنات من جيت، وطبيت طبعا الديرة مال أهلي، وكل من يحب المنطقة مال أهله أو الديرة مال أهله حسيت براحة نفسية. هنا تقريبا وصلنا الزبيدية، بعدنا ما واصلين العزيزية. فصورت لكم هيك جزء من الأجواء، وراح أصور لكم من نوصل البيت أهلي وشنو نسوي. صراحة ما صورت لكم هواي شغلات لأن التهيت. هنا أنا أول ما وصلنا هذا الريوق مالتنا حنتريق. طبعا هالمرة مو أنا بوحدي جيت لأهلي، أنا وخالتي اللي هي أخت أمي واللي هي أم زوجي. فهنا أنا حنتريق، بعدها نشوف شنو نسوي. هنا أنا طبعا مرت أخويا بدأت تخبز، ومرت أخويا الأخ سوت الغدا. وأكيد شوفوا بنات صوت الأطفال يمي مال البيت، لأن ما شاء الله أطفال أخويا ربي يحفظهم، أطفال أخواني مو أخويا كامل، كل واحد عنده 3 و4. فهاي سفرتنا ببيت أخويا، بيت العامر إن شاء الله، وربي يوسع عليهم ويرزقهم أكثر وأكثر. ما شاء الله خير وبركة. حبيت أشارككم هاي الأجواء الحلوة البسيطة، وماكو أحلى من لمة الأهل ولمة الناس اللي نحبهم. راح نروح نتغدى، وبعدها أراويكم شنو نسوي. ما شاء الله مرت أخويا ما مخليه شي ما مسويته. إن شاء الله ربي يترزقها في إيدها ذهب، ويفرحها بأطفالها، وينجحهم طبعا سادس وخامس. هسه هم خلصوا امتحانات، فبعدهم ما ماخذين النتائج. ان شاء الله يا رب يفرحها باطفالها ويشوفهم خريجين بحق محمد وآل محمد. هسه بعد ما راح نروح نتغدى، وسهمنا وسهمكم مليون عافية. بعدها نرجع وراويكم شنو نسوي. طبعا بنات ما صورت لكم شغلات هواية، قلت لكم لأن صار لي هواي ما جاية أهلي، فالصراحة ما التهيت بالتصوير. حتى عفت النشر تقريبا مدة 3 أيام 4 أيام. بعدين يلا رجعت شوي أتفاعل وياكم، لأن الصراحة قلت لكم صار مدة طويلة كلش ما شايفتهم، فقلبي ملهوف عليهم، على شوفتهم، على أخوتي، على نسوان أخوتي. صحيح أنا ما عندي خوات، بس عندي نسوان أخوتي ربي يحفظهن إن شاء الله ولا يحرمني منهن. أكثر من خوات، وكلهم بنات عمي، ماكو وحدة غريبة بهم، وماكو غريب إلا الشيطان. فحبيت أشارككم هاي الأجواء العائلية الحلوة. طبعا هنا نسيت الكاميرا مفتوحة، أنا جاي آكل بقت الكاميرا مفتوحة. المهم بعد ما كملنا هنا شلنا السفرة. طبعا مو أني غسلت المواعين، بنت أخويا تقريبا أي بالخامس علمي حاليا جاي تدرس، وأخوها بالسادس علمي. ادعوا لهم إنه ينجحون والله يوفقهم. فهي هنا قامت تلملم
او انا جيت بس على الحاضر اصور. قالت لي هيك خش تصورين براسي، قلت يا قصي يلا قصي وجر عدل معليش فيا. المهم هنا أنا فراح صورت لكم غسل مواعين على مود هيجي، بس على مود لا انقطع عنكم حبيباتي. اللي وصلت لهنا وما مخليت لنا لايك شنو نسوي؟ تخلي لنا لايك، واللي ما مشتركه بحسابي تشترك. وبالنسبه للبنات اللي رادوا حساب مالت الانستغرام مال زوزة للبخورات والعطورات راح اخلي لكم بصندوق الوصف، وراح اخلي لكم باول تعليق. وبالنسبه لحسابي مال الانستغرام اللي انشر بيه يومياتي اللي هو ام مهدي للطبخ والترتيب، هم راح اخلي لكم بصندوق الوصف واول تعليق. وبالنسبه للبنات اللي رادوا رقم الحجز وقالوا لي انت شغلك هذا خاص بيك لو بشركه، بنات هذا شغلي اني خاص بي، منتجات اني اجيبهن او ابيع عنهن او اوصل لكل المحافظات. وما شاء الله ماكو وحدة اخذت مني وذمت ببضاعتي. اجيب المنتجات الاصلية واختار الاشياء بكل حب وبكل مصداقية. واهم شي بنات اذا تردون تبدون شغل او تبدون عمل، اهم شي رضا رب العالمين، واهم شي المصداقية، مو مهم المال، اهم شي تكسبون رضاة العالم وتكسبون زبائن بالمصداقية طبعا. المهم هنا حنكمل غسل مواعين، لهنا حقولكم مع السلامة، واجيكم بالفيديوهات الجاية، ودمتم بحفظ الرحمن. مع السلامة حبيبي.